عقوبات من ورق، والأهلي بيلعب على البند 108 عشان يخطف ال3 نقط من الجيش الملكي. قبل صدورها بشكل رسمي هنكشف لك عن عقوبات مباراة الجيش الملكي والنادي الأهلي، والحقيقة هي تصنف كعقوبات كوميدية، لكن الأهلي زي ما قلنا بيلعب إنه يخطف ال3 نقط بشكل رسمي عن طريق قرار تأديبي. طب يا ترى ايه هي بقى العقوبات المقررة؟ بحسب البند 108 من لوائح الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف، الوضع خطير جدا على النادي المضيف، اللائحة واضحة وصريحة وما بتهزرش. طب يا ترى ايه هي العقوبات بس اللي اتعملت او هتتعمل على نادي نهضة بركان؟ الاتحاد الافريقي قرر في قراره اللي هيطلع بعد شوية غرامة $15,000 بسبب احداث العنف اللي حصلت. متصور $15,000 بس، غرامة بين $5,000 و$10,000 بسبب الشماريخ اللي اتعملت في الملعب. ادي كده المجموع $25,000. غرامة إجمالية ممكن توصل ل$50,000، وده حسب رؤية لجنة الانضباط. متصور يعني استخدام آلات حادة، شماريخ، ترويع، شتيمة من أول ما دخلت لحد ما طلعت، وكل ده في الآخر ممكن يصفصف له على 70-80,000 $. انت متخيل؟ ولو كرمك هيبقى في حرمان الجماهير من حضور مباراتين على الأقل، وممكن تزيد لو التقارير أثبتت خطورة الموقف وإن حصل أحداث عنف لا يمكن التغاضي عنها. انت متخيل؟ كل العقوبات دي ملهاش أي لازمة. يعني عندك تريزيجيه اتصاب بجرح قطعي في الراس بسبب ان في ازازه اتحدفت عليه من المدرج. ياسر ابراهيم اصابه اسفل العين بعد سقوط مغزوف عليه. اهو الاهلي بقى هيستغل ده وهيتكلم في الماده 108. الماده 108 من لوائح الاتحاد الافريقي بتقول ان طالما في خطوره او حصلت مشاكل في مباراه لا يمكن التغاضي عنها ادت ان يبقى في خطر على حياة اللعيبة، بيبقى الجمهور والنادي اللي عمل كده معرض لعب مباريات بدون جمهور، غرامة مالية، اعادة المباراة في حالة ان الحكم نهاها في وقتها. وطبعا الشلماني ولا الشلقامي ولا ايا كان اسمه الحكم الليبي ده ما نهاش اللقاء، او اعتبار الفريق خاسر 2-0، وده لو كان في تقرير الحكم ومراقب المباراة ان كان في فعلا مخالفات لا يمكن السكوت عليها، وان الماتش كمل عشان يخرجوا باقل الخسائر. طبعا الاتحاد الافريقي ودن من طين ودن من عجين، واخره هيغرم الفريق 70-80,000 $، قول $100,000 و3 مباريات من غير جمهور. يعني من الاخر عقوبات ملهاش قيمة. فتفتكر ان الاهلي بقى هيلجأ للكاف فعلا وهيستغل بند المادة 108 ولا لا؟ قول لنا رأيك في التعليقات.